معايا مداخله مهمه جدا جدا في موضوع برضو يخص نادي الزمالك. لغط كبير جدا من بعد الانتخابات، هاني العتال داخل، هاني العتال لا مش هيعرف يخش الانتخابات، وبعدين المحكمه تصدر قرار ان لا يخش الانتخابات، يخش ويكسب على مقعد نائب رئيس نادي الزمالك. ولكن لا، في ناس مش معترفه، في ناس مش عايزه هاني العتال يخش هو وعبد الله جورج، وازمات وقصه وروايه. لحد هذه اللحظه الراجل لم يتسلم مهامه، وفي ازمه وفي موضوع. يا ترى القصه اولها ايه واخرها ايه؟ معانا الاستاذ هاني العتال نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك حسب الانتخابات طبعا الماضيه. اهلا بيك استاذ هاني، ومنور كلام في الجون على ميجا اف ام. اهلا كابتن ماركو، اخبارك ايه؟ تمام والله انا كويس. انت اخبارك ايه؟ انت المهم. انا والله زي الفل الحمد لله رب العالمين. انا كويس. ما فيش اي حاجه طبعا. هو طبعا انت حضرتك جبت الكلام المفيد كله دلوقتي من ساعه فتح باب الترشيح لغايه لما الانتخابات خلصت. كان يوم 23 و24 نوفمبر. وبعد كده دخلنا في شوية مشاكل ان المجلس مش عايز يجتمع عشان خاطر هاني العتال وخاطر الدكتور عبد الله جورج. وطبعا يعني انا بسميها ان ده يعتبر شيء من اجهاض حق الجمعية العمومية. ولكن طبعا في برضو قعدات حصلت في اليومين اللي فاتوا دول. كان الاستاذ مرتضى رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك كان قاعد مع المهندس هشام حطب والسيد الوزير خالد عبد العزيز، اللجنه الاولمبيه والوزير كانوا قاعدين. بالظبط، كانوا قاعدين في اللجنه الاولمبيه. الكلام ده كان من 3 ايام، واعتمد قرار المجلس طبعا ان المجلس بتشكيله زي ما هو موجود. بالظبط، زي ما الانتخابات خلصت عليه. حلو. فطبعا ده ما فيهوش اي مشكله. امال فين المشكله بقى يا فندم؟ لا يعني انا بقول لحضرتك اصل يعني كان في الاول مش هنعتمد القرار، فكنت دايما بتكلم في الموضوع ده ان ده موضوع وقت. هيعتمدوا لان طبعا ده مجلس منتخب، وكان في خلال شهر من تاريخ الانتخابات لو ما كانش حصل انه يقدم المستندات او اللي ما خلص عليه يعني يوم الانتخابات، فممكن يبقى المجلس كأنه لم يكن. لان طبعا دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتشترط ان لازم يكون اول شهر لازم يكون في اجتماع مجلس اداره. انا كمان عشان كنت اتمنى ان كان الانتخابات تخلص يوم 24 نوفمبر، يوم 25 او يوم 26 يكون في اجتماع نوفمبر. لا، بتبعت حضرتك نتيجة الانتخابات عشان تعتمد من اللجنة الأولمبية، وبعد كده تقدر تحدد كمجلس إدارة بعدها بيومين، بعدها ب3، بعدها بأسبوع. مفيش مشكلة خالص، لأن طبعا الناس يعني مشكورا يعني النهاردة لما في الانتخابات يجي 43,000 واحد مشكورا جم وعشان يحددوا مصير النادي. مش جايين يهزروا، مش كل يومين هنجيبهم عشان يعملوا انتخابات يعني. بالظبط ده كلام منطقي. وجايين عشان يحددوا يعني كمجلس إدارة يقود النادي في الفترة القادمة. فده طبعا أقل تقدير اليوم إن احنا نسعى ونشتغل ونسير أمور النادي. لكن طبعا هي من ضمن البنود اللي في اللائحة إن لازم يتم في خلال الشهر من بعد الانتخابات يتم مجلس إدارة. فطبعا احنا لغاية دلوقتي لسه ما كملناش الشهر. فعشان كده انا يعني بمعنى اصح يعني بطمن الناس. امال لو عدى الشهر يا فندم ومفيش مجلس اداره يحصل ايه؟ برضه لا، دي تبقى مخالفه طبعا. تبقى مخالفه طبعا. هو احنا ما تزعلش مني، واحنا رايحين في اجواء 2005 الكارثيه في الزمالك ولا ايه؟ هي مش بالظبط. يعني انا دايما بقولها يعني الموضوع مش 2005 لسبب، لان الاستاذ مرتضى اتكلم في حته 2005 لكن الوضع كان العكس تماما. لان 2005 هو لما نجح في 2005 كرئيس نجح لوحده، وكان القائمه الاخرى كانت بتاعه الدكتور كمال درويش. فبالتالي كان في انشقاق تام يعني. بالظبط، فهو كان لوحده مع قائمه الدكتور كمال درويش. تمام. لكن الوضع العكس ان قائمته كسبانه ما عدا 2، انت وعبد الله جورج. انا والدكتور عبد الله جورج. فالموضوع مختلف. يعني انا شايف، يعني انا بصراحه مش شايف اي داعي خالص من موضوع من البدايه خالص كاستبعاد مش استبعاد.
الكلام ده كله، لان طيب. حتى لو اتفضل. عايزين نخش في التفاصيل اكتر واكتر، لان دلوقتي مفروض في كلام كان بيتقال اصل عضويته مش عارف كان فيها مشكله، اصل في قضيه على موضوع العضويه. تقول ايه على كلام العضويه ده؟ اقول ده كلام ما يصحش، لان انا والدي عضو من 97 وانا فصلت بقالي 12 سنه عن عضويه والدي، وده بياخدني الى حته اخرى ان انا بقى ليا مركز قانوني لوحدي. يعني اصبحت منفصل عن والدي، وتم مراجعه الورق بتاعي ومراجعه الورق او الفايل يعني بتاع العضويه بتاعت والدي، وبعد كده بقيت منفصل عن العضويه بقالي 12 سنه بلس ان بقيت عضو مجلس اداره. فطبعا يعني ده موضوع يعني مش بحب اتكلم فيه، لكن هو ده اللي موجود دلوقتي في الازمات اللي موجوده بالظبط. هو مش في قضيه هو المستشار مرتضى رافعها على حضرتك علشان موضوع العضويه ده؟ القضيه على الاستبعاد، وبعد كده كان مقدم ورق في النيابه. وهو ده ما فيش مشكله. انا دايما بص يا استاذ ماركو، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا من اول يوم حصل معايا الاستبعاد قلت انا هاخد حقي بالقانون. بس يعني ايه بالقانون؟ يعني خلاص انت حضرتك بتتهمني بحاجه، اوكي انا موافق ما فيش مشكله، لكن ما تتهمنيش وتحكم عليا. لا، في ناس هي اللي بتحكم، في مستشارين محترمين هي اللي بتحكم، اكيد في نيابه محترمين، ناس على خلق وعلى تربيه وعلى ثقافه وعلى علم وكل الكلام ده. خلاص انت حضرتك وديت ورقك للنيابه، يبقى شكرا. استنى القرار يبقى امتى يا فندم قرار القضيه ده؟ ما هو يا فندم هو الموضوع رايح لشقين، شق للجنه التسويه والمحاكم. ايوه، ودي اللي هي اقرها قانون الرياضه الجديد بالظبط، ان لجنه التظلمات في الاول خالص بعد ما تم استبعادي من مجلس الاداره في فحص المرشحين. تمام. يعني ده انا هقول لحضرتك كمان حته يمكن انا ما اتكلمتش فيها خالص. اتفضل. بس هقول لك دي بس الاول. تم ان انا استبعدت عن طريق اللجنه القانونيه عن المرشحين، وبعد كده رحت لجنه التظلمات، رحت لجنه التظلمات، بعد كده رجعتني تاني الانتخابي، وبعد كده دخلت وخدت رقم وكل حاجه خالص. بعد كده الاستاذ مرتضى راح رافع قضيه في لجنه التسويه والمحاكم برضه بالشق المستعجل، راح استبعدني مره اخرى. رحت في جلسه بعديها للشق الموضوعي، لان اي قضيه في الشق المستعجل بتحول حتى لو هو كسب الجوله بتتحول برضه للشق الموضوعي. تمام. فللشق الموضوعي راح منزلني تاني الانتخابات. تمام. الحته شفت حضرتك اللي احنا بنتكلم فيه ده. تخيل بقى ان انا اسمي واسم والدي، ما كل واحد ليه عضويه، والدي ليه عضويه وانا ليه عضويه، موجودين في اسامي في كشف الناخبين. يعني انا كنت اقدر اخش انتخب، لكن ما اقدرش ارشح نفسي. فدي طبعا علامه استفهام كبيره غريبه. هو انا معايا كلام بيقول ان مرتضى بيقول ان انت مقدم ورق العضويه بشهاده جامعيه مختلفه عن اللي موجوده في البطاقه. تمام. ردك ايه في القصه دي؟ ايوه ده مظبوط، بس مظبوط. ودي ليها علاقه يعني؟ لا يا فندم، ما هو ده انا بقول لحضرتك ده مظبوط، بس مظبوط ازاي؟ لان برضو الناس يعني برضو يعني اللي بيجي يشرح الوضع ما بيشرحوش كامل. فالناس بياخدها في اتجاه اللي هو عايزه. طب ايه الصح؟ في اتجاه الصح. الاتجاه الصح حتى انا قلت لك مظبوط ان البطاقه بتاعتي فيها اسم جامعه، والشهاده التخرج فيها جامعه اخرى ثانيه. صح كده؟ اللي هو اللي الاستاذ مرتضى بيقوله. انا بقول انه صح، بس صح ازاي؟ صح ان انا كنت في جامعه اول لما دخلت، يعني خلصت ثانويه عامه ودخلت جامعه، فكنت في جامعه وقعدت فيها سنه، فكان ساعتها البطاقه بتاعتي مكتوب فيها ان انا طالب في الجامعه الفلانيه، وبعد كده بعد السنه دي حولت الجامعه اخرى. تمام. واتخرجت من هذه الجامعه. فلما جيت افصل عضويتي بجيب ايه حضرتك؟ بجيب شهاده التخرج بتاعتي. جميل. لان طالما انا جاي بفصل عضويتي مش مطلوب مني ان انا اكون شغال فين ولا تأمينات ولا اي حاجة، ولا مطلوب حتى مني مؤهل دراسي. فانت جبت الشهادة الجامعية بتاعت الجامعة اللي انت حولت ليها واتخرجت منها. لا جبت الشهادة بتاعت الجامعة اللي انا اتخرجت منها. جميل. الشهادة المؤقتة. بس خلاص هو ده الموضوع.
طيب هل موضوع الشهاده ده فعلا يبطل عضويتك او يخليها مش سليمه؟ لا طبعا يا فندم. مش حضرتك ممكن تبقى في جامعه وتروح في جامعه اخرى؟ هو ده مش من حقك؟ انا بتكلم قانونا. ايه قانونا يا فندم؟ ممكن يبقى معاك 3-4 شهادات، انت اتخرجت من 3-4 جامعات، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله يعني. لا انا يعني بالمنطق كده، ايه الضرر اللي وقع على النادي ان بطاقتي مكتوب فيها كنت في جامعه كذا، لكن لما جبت شهاده التخرج اتخرجت من جامعه اخرى؟ ايه اللي ضر النادي؟ تمام. لكن انت حضرتك بتسالني قانونا، يعني هل ده عايز تقولها كده صراحه، هل ده تزوير؟ هو بيقول كده بصراحه يعني. لا طبعا. لان هتلاقي الساده المستمعين فاهمين انا قصدي ايه، ان ممكن واحد يخش جامعه ويقعد فيها سنه وبعد كده يروح محول الى جامعه والله أخرى. كلنا عملناها، مفيش مشكله في دي خالص يعني. طبيعي ولكن انت يعني شايف ان ده مش سند قانوني للتزوير. طب يا فندم انا دلوقتي بطاقتي مكتوب فيها ان انا صاحب شركه، يبقى انا اصبح كده ان انا مزور برضو. لان كانت بطاقتي حاصل على وبعد كده كنت حاصل على جامعه اخرى، في جامعه اخرى لما حولت الجامعه وبعدين غيرتها بقيت بتشتغل في كذا. غيرتها ان انا عشان عندي شركه وعندي سجل تجاري فاصبح كده يعتبر تزوير. لا طبعا لازم يبقى الكلام فيه يعني ميك سنس شويه. طيب واضح ان في ازمه اساسا في وجودك، واضح ان انت وجودك مش مرغوب فيه بالنسبه للمستشار مرتضى. هل في قعده حصلت في خلال الايام اللي فاتت؟ هل في اجواء للتسويه؟ انا سمعت ان سياده الوزير خالد عبد العزيز كان طرح اطروحه ان حضرتك تقدم اعتذار ليه او للنادي، وبالتالي يتم تصفيه الاجواء وخلاص الدنيا ترجع زي ما هي يعني. والله يا فندم هو طبعا المشكلة دي مش بسببي خالص. المشكلة دي سببها برضو اعتقد السيد رئيس النادي، لان الموضوع تحول الى طار، وانا الموضوع مش في دماغي كده. انا موضوع في دماغي ان انا نازل اخدم الجمعيه العموميه ولا اسعى على منصب ولا اسعى على كراسي، بدليل ان انا في 2014 ما نزلتش الانتخابات وكنت موجود ومفيش مشكله، والناس كانت بتضغط عليا، الاعضاء الناس المحترمين يعني بيضغطوا ليه ما تنزل. قلت لهم والله يا جماعه انا ظروف عملي ما تقدرش ان انا يكون عندي وقت اقدر اكون متواجد فيه في النادي، فانا لو زي ناس اخرى خلاص ايه المشكله ما انجح واشوف شغل وما اروحش مشكله وما اروحش. لا انا ما عملتش كده، لان انا احب لما اكون في مكان لازم اكون مش متفرغ له 100% عشان برضه الواحد يبقى صادق. أيوة. لكن الواحد يبقى عنده نيه انه يشتغل. طبعا يعني ما انتش واخد بس واجهه اجتماعيه زي ما البعض بيقول لك احنا بنخش الانديه علشان ناخد مركز اجتماعي. بالظبط. انا في 2009 لما نزلت في الانتخابات 2009 وكانت رئيس و6 اعضاء وكنت اصغر مرشح يجيب اعلى الاصوات في تاريخ الانديه. طيب خليني عشان بس نوصل لبعض النقاط المهمه. دلوقتي الاطروحه بتاعه الوزير خالد عبد العزيز هل انت موافق عليها؟ هل اتكلمت فيها مع حد؟ تم الاتصال ما بيني وما بين المهندس خالد عبد العزيز. تمام. ومفروض ان هيكون في قعده بيني وبينه في خلال الاسبوع الجاي. حلو. وزي ما قلت لحضرتك يا ماركو انا ما عنديش اصلا مشكله. ايوه انت ما عندكش مشكله بس الطرف الاخر عنده مشكله في وجودك. هل فكره الاعتذار ممكن تهدي الاجواء، ممكن تعمل حاجه؟ واضح ان الوساطه ممكن تجيب نتيجه يا فندم. اعتذر عن ايه؟ ما هو انا مش عارف بصراحه بيني وبينك. انا اول ما قالوا لي اعتذر قلت لهم اعتذر عن ايه؟ انا برضه ما فهمتش. ناقشني كده انا اعتذر عن ايه؟ يعني البعض بيقول ان انت طلعت هاجمت المجلس وهاجمت المستشار في الصحف وبالتالي طب يا فندم طب ما انا اتهاجمت الاستاذ مرتضى بقالي 3-4 شهور بتهاجم. ولا ومش بتهاجم مش يعني يمكن انا ممكن اكون بنتقد لكن انا بتشتم. في فرق كبير. طيب ان واحد ينتقد وواحد يتشتم. دلوقتي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك من الاخر بقى قلقانه، وانت بايدك في جواب اعتذار حتى لو عصر على نفسك ليمونه، بكلمك بالبلدي بقى الموضوع يمشي والجمهور يرتاح، لان كابوس 2005 الناس مش هتستحمله. في ناس هيجي لها هارت اتاك وفي ناس يعني حرام. انا بحب نادي الزمالك وبحب اعضاء نادي الزمالك واتشرف ان هم يعني ادوني الثقه ان انا اكون نائب الرئيس في الفتره اللي جايه. والجمهور انا بعتز بيه جدا، كفايه شعورهم معايا وكفايه تفاعلهم معايا، فدي حاجه اشيلها طبعا على راسي. لكن
ليه لكن ما انت كنت ماشي كويس. ما انا جاي لك اهو، ولكن موضوع الاعتذار انا موافق عليه، حلو. ولكن يكون في اعتذار مباشر واعتذار من الجهه الاخرى، لان انا اتهاجمت وانا اتشتمت. انت داخل في حته سد بقى، ده انت بتعجز الموضوع. لا انا مش بعجزه، هو انا اعترضت ان انا اتاسف، اعترضت معاك وانا دلوقتي معاك على المداخله في التليفون، ما اعترضتش، ولكن يكون في تبادل، لان فعلا لما تيجي تقيسها من الاول انا ما اخطاتش في حد. طيب زائد ان حضرتك المشكله مش شخصيه بس، لا ده المشكله ان اتهام ليا واتهام لوالدي، وانا والدي اغلى حاجه عندي في العالم. اكيد طبعا كلنا عندنا ابهاتنا وامهاتنا هم الاغلى، اكيد. ده موضوع منتهي. طيب اقول لك على حاجه، انا موافق عليه، بس يبقى من الطرفين. طيب انا اقول لك على حاجه تانية. هل انت عندك اعتراض ان الاستاذ احمد مرتضى يبقى له دور في النادي حتى لو هو ما فازش في الانتخابات، يكون موجود بشكل واضح؟ هل انت عندك مشكله في التعامل مع احمد مرتضى علشان نمسك العصايه من النص يعني؟ انا لا انا ما عنديش يعني ما عنديش اختلاف خالص ان يكون اي واحد زملكاوي، مش لازم يكون كان عضو مجلس اداره قبل كده، اي واحد زملكاوي انه يقدر يخدم ناديه. هو بيني وبينك هو كان نشيط برضه، ما كانش مقصر الفتره اللي فاتت دي. لا اختلف انه ممكن يكون عمل شغل وكل حاجه، ما اختلفش، وبرضه واكون صريح، لان انا صريح في اقوالي، ان انا ما انكرش ان المجلس اللي فات برضه كان عنده بعض من الانجازات، فاهم؟ وهو ده الطبيعي يا ماركو، ان احنا جيل بنسلم جيل، ومجلس بيسلم مجلس. مش المجلس اللي جه في 2014 هو اللي بنى النادي، ومش اللي هيجي في 2017 هو اللي هيعمل نادي الزمالك. نادي الزمالك معمول من زمان. بس نادي الزمالك محتاج تطوير يا هاني، ونادي الزمالك محتاج فرع يا شيخ زايد، ونادي الزمالك محتاج يا ماركو. ما هو ده اللي انا بقوله، ان احنا محتاجين نكمل بعض، لا نجهد حق الاخرين. يعني انت بتمد ايدك بالسلام؟ ما عنديش مشكله اصلا يا ماركو. انا من بص هقول لحضرتك على حاجه، انا من يوم فتح انا اعلنت ترشحي، قبل ما اعلن ترشحي ما كانش فيه اي حاجه خالص. اعلنت ترشحي يوم 15/8، ابتدت بقى الفيديوهات بقى تنزل بقى. ما احنا عارفين مش عايزين نتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم احنا دلوقتي واصلين لحته حلوه، خلينا مع بعض واصلين لحته حلوه. تمام. طيب الجماهير عماله بتتكلم، ملف الكوره واقعه، الدنيا مش عارف ايه، نبوشه مش نبوشه، واضح ان الدنيا مقلوبه. شايف ملف الكوره يدار ازاي؟ الاستقرار. لا بص، اي منظومه ماركو، اي منظومه اداريه ومؤسسه كبيره لازم يكون الوضع الاداري بتاعها مستقر. يعني انا حتى دايما بقول احنا مش لازم نكون كمجلس اداره، ولا نكون اصحاب، ولا نكون اخوات. ايوه، المهم ان احنا نتفق على حاجه واحده، مصلحه النادي، مصلحه نادي الزمالك فين، بس كده، هي دي اللي نتفق عليها. غير كده ما عنديش انا مشكله مع اي حد خالص اطلاقا. انا بشكرك جدا طبعا استاذ هاني العتال، ومبسوط ان انت كنت معانا النهارده. بنحاول هدفنا ان احنا نقرب المسافات، ولا هدفنا نيجي يمين ولا نيجي شمال، هدفنا ان انتوا كلكم تبقوا مع بعض حاجه واحده.